السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعرف بحضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك تقول ايه يعني دلوقتي احنا تبع الحركة الوطنية لدعم القيادة السياسية، تحب حضرتك توجه رسالة للناس اللي داخل مصر، الشباب، الناس اللي بتدعوهم للنزول بكرة، تحب تقول لهم ايه؟ مصر مش فاهمين لها اي حاجه. البنا ده في كام سنه اللي فاتوا دول ما كناش من 60 سنه. تمام. كان في غلا فالغلا على الدنيا كلها. تمام. ومش القياده السياسيه هي السبب في الغلا. وما نكسرش حاجتنا بايدينا، صح. نحافظ على بلادنا. لا للفوضى. ولا للفوضى طبعا. مش هنستحمل نعيش في خير يا بنتي. صح. مش هنستحمل ستاتنا وبناتنا اللي زيكم كده ينزلوا في الشوارع ويبقى مرعوبين عليهم. كنا بننام في الشارع وبنحافظ على بيوتنا ساعة ثورة الهم اللي حصلت قبل كده دي. صح. الراجل ده شال كتير، الراجل ده اتحمل كتير. تمام، ربنا يعينه. ربنا يعينه. واحد طالما ناوي للبلد خير يبقى ربنا يعينه. باذن الله الخير باين. والمؤتمر ده هم عايزين يبوظوا الفرح ده امام الدنيا كلها. كنا صرفنا مليارات عشان نعمل دعايه لبلدنا. تمام. مش هتحصل زي المؤتمر اللي حصل دوت. فهم عايزين يبوظوا اللي ده. بقوة الله يعني مصر محفوظة بإيد رب العالمين يعني. بس أهم حاجة وعي المواطنين، إن إحنا فعلا كلنا نوعي بعضنا. الناس كلها تخاف على بلادها ومحدش هينزل بكره ان شاء الله. باذن الله باذن الله. طبعا ده بالمخلصين زي حضرتك والناس اللي هي بتحب البلد دي فعلا بجد. فرب احنا زي الفل. في غلا على الكل وعلى العالم كله. مش الحكومه اللي السبب. فتره ان شاء الله وهتعدي والدوله هتبقى افضل من الاول بكتير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحفظك. مصر بخير ان شاء الله يا رب يا رب.